بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة وإصلاح جميع الغسالات الأوتوماتيك والفوق أوتوماتيك، والدعم الفني لحضراتكم سواء كان بالتعليقات أو بالاتصال. إن شاء الله بإذن الله هنرد على اتصالاتكم، مش هنبخل عنكم بأي معلومة. طبعا الفيديو بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين النهاردة غسالة ال جي فوق اوتوماتيك بتدينا عطل اي اي. وعطل اي اي ده يا جماعة خاص بمستويات المية او بالمية او دخول المية. يعني عطل اي اي ده ممكن يكون مسؤول عنه الصمام، ممكن يكون خرطوم الصرف على الارض، او مش مرفوع بالمستوى المطلوب، او ممكن يكون الكويل بتاع الصمام قاطع، او ممكن يكون في قطع في الوصلات المؤدية للصمام فالصمام ما بيشتغلش. فبيكون ليه أكتر من سبب، ولكن النهاردة العطل بتاعنا ده المسؤول عنه الصمام. فاحنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله مع بعض هنتعلم ازاي نفك الصمام وازاي نغير الصمام زي ما حضراتكم شايفين كده. الأول احنا طبعا بنفك خراطيم المية اللي هي بتبقى واصلة للصمام، وبنفك الغطاء العلوي الخلفي للغسالة زي ما حضراتكم شايفين. وده طبعا الصمام قدام حضراتكم. الصمام ده احيانا بيكون 12 فولت واحيانا بيكون 220 فولت. زي ما حضراتكم شايفين كده الصمام ده 12 فولت. ودي نقطة لازم ناخد بالنا منها كويس يا جماعة، ان احنا نعرف الصمام بتاعنا شغال على 220 او على 12 فولت. ده مهم جدا جدا علشان ما نجيبش صمام 220 ونشغله على 12 فولت او نجيب العكس. طبعا الصمام بيبقى مثبت بمسمارين زي ما حضراتكم شايفين كده. بنفك المسمارين والسوكت بتاعنا ده السوكت السخن اللي بيبقى باللون الأحمر، وده اللون الأزرق بيبقى سوكت الصمام البارد. وده شكل الصمام طبعا بعد ما خرجناه بيكون بالشكل ده كده. وده شكل الصمام الجديد، بنتأكد برضو ان هو 12 فولت. طبعا في اختلاف ما بين الصمام ده والصمام اللي خلعناه. الصمام اللي احنا خلعناه كان 2 كويل، ده 3 كويل. برضو ما فيهوش اي مشكلة على الاطلاق. بنوصل على كويلين بس ونسيب التاني فاضي. وبنثبت الصمام بنفس الطريقة اللي خلعنا بيها الصمام التالف زي ما حضراتكم شايفين كده. الصمام التاني طبعا ايه المشكلة اللي كانت فيه او ايه التلف اللي كان فيه؟ ما كانش كان فيه كويل قاطع، فبالتالي الغسالة لما تيجي تسحب مية الصمام ما بيسحبش، فبتدينا عطل اي اي، او بتسحب مستوى قليل جدا، بتاخد وقت طويل في سحب المية، فبتدينا برضو عطل اي اي. بنركب الصمام او بنثبت الصمام بالمسمارين تاني زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن لو الخرطوم نازل على الارض مش مرفوع بالمستوى المطلوب بيدينا عطل اي اي. الغسالة المية اللي بتملاها بتصرفها على طول من الخرطوم، فالغسالة طبعا ما بتوصلش للمستوى المطلوب. طريقة التوصيل يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم كده، بنوصل على كويلين وبنسيب التاني بيتلغي، ما بيبقاش فيه اي توصيلات، ما فيش مشكلة خالص. اهم حاجة يكون نفس الفولت اللي بتاع الغسالة اللي هو 12 فولت او 220 فولت. دي نقطة لازم نتأكد منها كويس. زي ما حضراتكم شايفين كده ده كويل فاضي مكانش فيه كويل. وطبعا الصمام المتاح لو هو 3 كويل برضو بنستخدمه، مفيهوش اي مشكلة على الاطلاق. بنوصل على كويلين وبنلغي التالت، ونبتدي بعد ما غيرنا الصمام زي ما حضراتكم شفتوا كده بنجمع تاني الوش العلوي الخارجي اللي بيبقى قافل على الصمام وعلى الليفل.
وطبعا ده بيبقى مربوط بمسمارين او متجمع بمسمارين، بنبتدي نجمعهم تاني. نفس طريقة الفك، هي نفس طريقة التركيب. كل حاجة بنفكها بنرجعها تاني زي مكانها. طبعا ده بكل سهولة، ما فيهاش اي حاجة معضلة يعني. طبعا عندنا الخراطيم هنرجعها مكانها، خراطيم دخول المية. الخرطوم اللي لونه برتقاني او اللي هو بيميل للون الاحمر، ده هو ده خرطوم السخن. وهلاقي برضو نفس اللون ده في الفلتر اللي موجود في الصمام. واللون الازرق ده اللون المية الباردة، او ده مدخل المية الباردة. يعني اللي بيبقى معمول على الخراطيم نفس الألوان، علشان تسهل علينا إن دي خرطوم المية الباردة أو خرطوم المية السخنة. طبعا للمبتدئين أو لأصحاب الأجهزة اللي هم ما عندهمش أي خبرة عن الصيانة، الموضوع سهل وبسيط جدا. الخرطوم اللي لونه أزرق ده خرطوم دخول المية الباردة، والخرطوم اللي لونه برتقاني ده خرطوم المية السخنة. ولكن مع مراعاة ان احنا نكون مركبينهم في الحنفيات صح. المية السخنة في الحنفية السخنة، والمية الباردة في الحنفية الباردة. وبنجرب طبعا دلوقتي مع حضراتكم بعد ما ركبنا الصمام، هنشوف الغسالة هتسحب مية معانا ولا لا. طبعا مشكلتها ان هي ما كانتش بتسحب مية لان كان في كويل قاطع. وده طبعا زي ما حضراتكم شايفين الغسالة ابتدت ان هي تسحب مية. اذا كده المشكلة بتاعتنا اتحلت بطريقة سهلة وبسيطة. نقدر ان احنا نجيب الصمام ده ونغيره بكل سهولة. ولكن لازم الاول نحدد العطل اذا كان من الصمام او من اي شيء اخر. زي ما قلت لحضراتكم ان ممكن العطل ده يا جماعة يكون من ان الخرطوم نازل على الارض مش مرفوع بالمستوى المطلوب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ارجو ان هي تكون نالت اعجابكم. وما تنسوناش من صالح دعواتكم وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.